السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وأحوالكم تكون طيبة. اليوم بإذن الله بغيت نشارك معكم ميني بسبوسة بالكريم ديال الليمون، كتجي رائعة ولذيذة بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. ندوزو للمقادير والطريقة ديال التحضير. عندي في المقادير 2 حبات ديال البيض، 2 معالق كبار ديال الكوك، كاس لارب ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، 3 ديال الكيسان ديال السميده، عندي كاس ديال عصير ديال الليمون، خماره وحده د الحلوه، ساشيه د الفاني وشويه ديال الملحه. بالنسبه للكريمه ديال الليمون عندي كاس ديال الليمون كبير، معلقه كبيره ديال السكر، 2 معالق ديال المايزينا. ندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا اول حاجه خديت 2 حبات ديال البيض مع كاس لارب ديال السكر، كنضيف عليهم خماره وحده، ساشيه ديال الفاني وواحد الرشه ديال الملحه. كنخدم مزيان داك البيض مع السكر حتى كيندمجوا كما شفتوا. من بعد كنضيف نص كاس ديال الزيت وكنحرك مزيان. من بعد كنضيف كاس ديال عصير ديال الليمون، كنحرك مزيان. من بعد 2 معالق كبار ديال الكوك، وكنبدا نضيف السميده. هنا ضفت الكاس الاول، من بعد الكاس الثاني كنضيفو وكنحركو. نتوما كتشوفوا على حسب الخليط، تقدروا ديروا 3 ديال الكيسان اولا 2 كيسان ونص. هنا ضفت نص كاس وكنحرك كما كتشوفوا. مازال القوام ديال الخليط خفيف. كملت الكاس الثالث. في المجموع 3 ديال الكيسان ديال السميده، وهنا كنضيف خماره وحده ديال الحلوه، كنحرك مزيان. هنا كتخليو الخليط واحد شويه. خديت هاد ليمون الصغار، دهنتهم بالزبده، رشيت عليهم السميده رقيقه وكنبدا نعمر. كتعمروا تقريبا 3 ديال الارباع، ما تعمروهمش بزاف باش ما كيتزلعوش. في هاد الوقيته اللي انا كنعمر ليمون شعلت الفران على 160 درجه غير من التحت. كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنعمر داك ليمون كلهم كما شفتوا. وهنا من بعد ما كملت كندخل اللاطه ديالي للفران كما قلت لي، مشعل على 160 درجه من التحت. كنخلي حتى كيبداو يطيبوا كيبان من الجناب وكنشعل من الفوق. هنا بالنسبه للكريمه ديال الليمون عندي كاس ديال الليمون كبير، معلقه وحده ديال السكر و2 معالق ديال المايزينا. كنحركهم مزيان حتى كيندمجوا ليا العناصر مزيان، وكنتاكد ان داك المايزينا طلقات باش ما كديرليش حبيبات ملي تكون كتوجد. هنا شعلت على العافيه المتوسطه. ملي كيغلي داك الخليط وكنحيدوه. وهنا كما شفتوا من بعد ما خرجت اللاطه من الفران كنحيد داك الميني بسبوسه من الليمون. بالنسبه للكريمه حتى كتوجدوا البسبوسه عاد باش كتوجدوا الكريمه. هنا خديت الليمون وكنسقيهم مزيان باش كيجيو مسقيين. هنا كما كتشوفوا تا سقيتهم وخليتهم مرتاحوا بردوا عاد باش كملت الكريمه. تقدروا انكم تحركوها وكتخليوها على ما كيطيبوا لي ميني بسبوسه. من بعد كتصايبوا داك الكريمه وكتعمروا بها كما شفتوا. كتعمرهم مزيان وكنخليهم حتى كيبردوا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري،
تزينوا باي حاجه بغيتو، اي حاجه متوفره عندكم. انا هنا درت شويه ديال الكاوكاو ودرت الكوك. كما قلت زين كيبقى اختياري على حساب كل واحد شنو متوفر عنده، وكل واحد شنو تشهى يصايب وشنو تشهى ياكل. هنا كما كتشوفوا درت واحد شويه ديال القشره ديال الليمون، كانت عندي من قبل قشره معسله ديال الليمون وزينت بها. درت واحد الغابيل ديال البسبوسه راها بالليمون. هنا من بعد ما وجدت ليا كنديرها في الطبق ديال التقديم، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. صراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف. كل ما سقيتوها مزيان وخليتوها ترتاح كتجي لذيذه. هنا انا حليت معكم وحيده باش تشوفوها من الداخل، كتجي رائعه وكتجي لذيذه وكتجي ساهله كما شفتوا واقتصاديه بمكونات اللي هي بسيطه. كان هذا هو اقتراحي لكم اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، كنتمنى انكم تجربوه. شكرا لكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.